اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهارده معايا فيديو جميل جدا هيعجبكم، بس خليكم معايا للاخر. وان شاء الله يعني كل اللي نفسها في فلوس تكون معاها، كل اللي نفسها تجيب حاجه لنفسها، كل اللي نفسها تحوش قرش على جنب، يعني كل اللي نفسها تجيب حته دهب هتجيبها، اللي عايزه تهتم ببشرتها وبنفسها ومش معاها فلوس هتهتم، اللي نفسها في حاجه تجددها في الشقه هتجددها. تعالوا نبدا مع بعض كده واقول لكم ازاي. انا عندي هنا يعني كام فكرة للتوفير من ميزانية البيت. الأفكار دي هتساعدك إن انت توفري من ميزانية البيت، والقرش اللي هتوفريه ده تقدري تعملي منه حاجات كتير. ازاي؟ تعالوا نبدأ مع بعض. أول حاجة، أنا بحط الهدف لنفسي للتحويش. ده أول حاجة أسأل نفسي كده، وأنا لما أحوش الهدف بتاعي إيه بالتحويش ده؟ يا أنا مثلا عايزة مثلا أشتري ستاير جديدة، عايزة أغير الركنة بتاعتي، عايزه مثلا اجيب لي خاتم ذهب، اجيب لي حلق لبنتي، اجيب دبله ذهب ليا، عايزه مثلا اجيب حاجه للبيت، اجيب سجاده جديده، حافظه. شوفي انتي الهدف اللي انتي عايزه تحوشي عشانه، عشان لو مفيش هدف انتي بتحوشي عشانه صدقيني مش هتحوشي، فلوسك كلها هتتصرف حتى لو حوشتيها. ليه؟ لان مفيش هدف، فمش عندك اراده ان انت تحوشي لحاجه معينه، مش عندك حاجه ان هو انت بتعيني فلوس وخلاص، وقت ما تعوزيها هتاخديها. اما لما تحطي هدف غصب عنك مش هتيجي ناحيه الفلوس دي لحد لما توصلي للهدف اللي انت ايه، اللي انت عايزاه. خلاص؟ فانا بحط هدف لنفسي للتحويش، ده اول حاجه. تاني حاجه، شراء الحاجات الاساسيه اول الشهر. اول ما جوزي يقبض، لو انا باخد مصروفي بالشهر، بعمل ايه؟ باخد مثلا فلوس البقوليات وفلوس اللحوم، فلوس المنظفات، بجيبها شهريا. اشوف نفسي مثلا اول حاجه مثلا البقوليات، انا بستخدم ايه في الاكل بالبقوليات طول الشهر. انا مثلا اسره بنستخدم 4 كيلو رز، وبستخدم 4 مكرونه، وبستخدم مثلا كيلو شعريه، وبستخدم نص كيلو لسان عصفور، وبستخدم ربع كيلو فاصوليا او نص كيلو، ونص كيلو لوبيا، ونص كيلو عدس. فانا بروح اجيب الحاجات دي من عند العطار او من عند بتاع البقوليات. ماشي؟ بجيبها ايه بقى؟ مش اكياس ولا معلبه ولا تبع شركات. خلاص؟ لان الكيس بتجيبيه يعني اقل من السايب كتير، وسعره غالي. يعني انا بجيب الكيلو، نص الكيلو ده، يعني انا بجيب الكيس نص كيلو ب 12 جنيه، في حين ان انا ممكن اجيب نص كيلو صافي وعلى الميزان وبتبقى اللي في الكيس ناقص واجيبه ب10 جنيه. يعني انا دلوقتي المكرونه عندي ب20، والشعريه ب20، وكل البقوليات دي ب20. خلاص؟ الكيلو ب20، المكرونه والشعريه ولسان العصفور ده. خلاص؟ فانا بجيب ايه؟ بخليه ينزل على الميزان نص كيلو فرط او سايب، اوفر واحسن وانضف كتير من الاكياس. خلاص؟ في اكياس شركات كويسه جدا بس غاليه، فاحنا ايه؟ خير الامور الوسط، خلينا في فين؟ في الحاجات السايبه اللي هي ايه؟ المكرونه والشعريه ولسان العصفور السايب. ماشي؟ يبقى انا الكيلو مثلا في الاكياس بنباع ب24 جنيه، انا هجيبه سايب ب20 جنيه، يبقى انا وفرت في الكيلو الواحد 4 جنيه. لما اجيب 4 كيلو واوفر من كل كيلو 4 جنيه، انا عملت مبلغ. ماشي؟ ده اول حاجه. ونفس النظام في ايه بقى؟ في المنظفات. انا مثلا بشتري مثلا ايه؟ عندي غساله، وانا بغسل مثلا غسلتين في الاسبوع. مش لازم اروح اجيب الكياس، ان الكيس ب400 وب500 وبقوا اسعارهم مهوله عشان انا اغسل. لا، انا دلوقتي في شركه اسمها باهي، والحاجات اللي موجوده البرسيل والاريال والاوكسي والكلام ده كله، في منه اكياس الكيس ب25 جنيه والكلام ده. انا بجيب الكيس ابو 25، بيقضي معايا غسلتين في الاسبوع. يعني انت مش كفيله ان انت تغسلي غسلتين في الاسبوع او 3، الكيس هيقضيكي. بتجيبي عليه مثلا، في عند بتاع الصابون او في الصابونه بتوع الصابون وبتوع المنظفات بيبيعوا ايه؟ اريال فرط او برسيل فرط، ده اللي هو ايه؟ سايب ده. بتجيبي لك كيلو منه ب 15 جنيه ولا مش عارفه ب20 جنيه، على كيس باهي ولا كيس الاوكس اللي بتجيبيه ابو 25، وتفضيهم على بعض على حسب استهلاكك. انا ممكن ايه؟ انا بستخدم كل اسبوع كيس باهي ب25، كل اسبوع بغسل غسلتين، لان انا وجوزي وبنوتي.
في انت بقى عندك مثلا 4 افراد، في 5 افراد، وعلى حسب ايه استهلاكك. انا مش بربطلك بحاجه معينه، والحاجات دي بتختلف من واحده للتانيه ومن عيله للتانيه. فانا بيكفيني 4 اكياس ايه باقي، ما بجيبش بقى ولا فرد ولا غير فرد ولا الكلام ده. انا بقولك لو انت اكتر من كده وبتغسلي اكتر من كده في الاسبوع، فانا اجيب كيس الباهي ابو 25 ده، واجيب عليه كمان كيلو سايب، واخلطهم على بعض، واجيب ب5 جنيه كلور ابيض من عند بتاع الصابون، واجيب ب5 جنيه معطر بنباع ب5 جنيه لتر معطر، وب5 جنيه كلور هيكفيكوا الشهر كله، وايه واغسل بيهم. فده ايه للمنظفات. واجيب صابون بريحه، الصابونه ب10 جنيه وب15 جنيه، انا بجيب صابونتين بيكفوني الشهر. وعندك الايه، بتجيبي لك مثلا ايه الشامبو اللي هو الاكياس ده، لو انت عايزه توفري، مش الجراكن الكبيره دي اللي هي الجركن ب90 و100 و100 وحاجه دي، لا هاتي الاكياس اللي هي الواحد بجنيه ده، هتجيبي لك 30 كيس على 30 يوم. او شوفي انت بتستخدمي ازاي، او بتستحموا كام مره، او الكلام ده كله برضو. انت بتجيبي لك حبل طويل كده فيه 30 كيس كده ولا حاجه، وبتحطيه في الحمام. كل اللي عايز يستحمى بيقطع له كيس ويستحمى بيه ويغسل شعره ويظبط الدنيا، ومع الصابونه بريحه. خلاص. فانا عندي عشان انا عايزه اوفر مثلا، عشان انا عندي هدف عايزه احوش عشانه، فلازم اوفر. هوفر ازاي؟ بالحاجات اللي انا بقولك عليها دي، ان انت تجيبي الحاجات دي سايله او سايبه على حسب فلوسك وعلى حسب امكانياتك، هتعرفي توفري من وراها مبلغ. المبلغ ده اخر الشهر ممكن يا اما ادخل بيه جمعيه، يا اما احوشه على الشهر اللي وراه، على الشهر اللي وراه، لحد ما الم لي قرش مثلا 500 جنيه ولا حاجه، وانزل عند بتاع الصاغه اجيب لي بريمه حلب وعينها، والشهر اللي وراه نفس الحكايه، والشهر اللي وراه نفس الحكايه، لحد ما اجمع كام بريمه كده يجي لهم نص جرام ولا جرام، واروح اجلمدهم في خاتم اطفال صغير. والخاتم هيجيب خاتم، هيجيب حاجه، هتلاقي نفسك بتحوشي. اما لو حتى هدف تاني، عايزه مثلا تعملي ركن، عايزه تجيبي ستاره، عايزه الكلام ده كله، برضه هتلاقي معاكي فلوس. عايزه تجيبي خزين وتحطيه في البيت، عايزه تجيبي قفص طماطم مثلا تصلصليه وتحطيه في الفريزر، عايزه تجيبي مثلا شروه بصل على بعضها، فانت هتلاقي معاكي فلوس تجيبي حاجات تانية. ماشي. ده للناس اللي مش حاطه هدف ان هي عايزه تحوش. الفلوس اللي هتبقى من الحاجات المنظفات والحاجات السايبه والحاجات دي كلها هتعمل معاكي انت مبلغ. فانت حرام ان هي تروح معاك عشان تجيبي الحاجه في اكياس، والحاجه مش عارفه ايه، والحاجه مغلفه والكلام ده كله. لا، فاحنا ايه هنجيب الحاجات دي ايه سايبه. وحاجه تانية، قبل ما انزل السوق اعمل جرد لدولاب الخزين وجرد للتلاجة. مش انا اخد الفلوس كده ببركه ربنا واخدها واروح نازله على السوق، مش عارفه ايه اللي عندي في البيت وايه اللي مش عندي، واروح اجيب اي حاجه بتقابلني وخلاص. لا، انا بعمل ايه؟ بروح داخله على دولاب الخزين، عندي عدس بروح شطه على العدس واخده فلوسه عينيها. عندي مثلا شعريه بروح شطه على فلوسها واروح عينيها. عندي طماطم في التلاجة بروح شطه على الطماطم واروح عينه فلوسها. متخيلين؟ كانك اشتريتيها، هي معاكي هتسلك الاسبوع ده، بس انت بتاخدي فلوسها تعينيها بقى كانك انت اشتريتيها. قبل ما تنزلي السوق ما تنزليش بالفلوس، لو نزلتي بالفلوس هتتصرف. خلاص. تبقى انا عندي ايه؟ بشوف، بعمل جرد للحاجات اللي في البيت اللي باقيه عندي قبل ما بنزل السوق. وحاجه كمان، لما اجي انزل السوق ما انزلوش كل يوم. يعني ايه مش ننزلوش كل يوم؟ يعني انا مش جنبي بتاعه خضار او بتاعه فاكهه، فاي قرش معايا شايفاه في البيت قاعد في مكان مش بخليه على حاله، اللي هو ايه، روح هاتوا لنا بطيخه، روح هاتوا لنا كيلو فاكهه، روح هاتوا لنا مش عارفه ايه. انت كده مش هتعملي حاجه، هو الحاجات دي بتاكليها وبعد كده ايه ولا اي حاجه. خلاص. وتنزلي السوق متاخر شويه. يعني ايه؟ يعني ما اروحش بدري. بدري بتبقى التجار شاده الاسعار جامد، وايه، والحاجه عشان صبحه وكده، فلسه بقى يعني لسه الناس ما جتش السوق والكلام ده، فايه الحاجه بتبقى غاليه. ما تروحيش بدري، حاولي على الساعه 8 9 10، بس يعني ما تروحيش تلاقي الحاجه كلها انتقدت يعني وما تعرفيش تجيبي حاجه عدله. لا، خليكي على الساعه 8 8 ونص 9 كده، بيكون الحاجه هديت والشمس طلعت، والناس بقى عايزه عشان الشمس وعشان الخضار والشمس والكلام ده، فايه بيهودوا في الاسعار شويه عشان ايه عايزين يمشوا من الشمس. خلاص. فانا اعمل ايه؟ انزل السوق متاخر شويه، ما انزلوش بدري. لو انت بقى عايزه تنزلي بدري بقى عشان تنهضي الفلاحين والجبنه القريش واللبن والبيض البلدي والكلام ده كله، عادي عادي. بس انا يعني نصيحتي ان انت خليكي لو مش بتجيبي الحاجات دي مثلا او مش بتشتريها، خليكي
متاخر شويه في السوق، نزول السوق، هتروح تلاقي الحاجه هاديه شويه. يعني كيلو البطاطس لو بيتباع الصبح ب 12 جنيه انت هتروح تجيبيه ب 10. كيلو الخيار لو بيتباع ب 15 هتروحي تجيبيه ب 12. شوفي انت بقى ايه الحاجات وقيسي بقى على الحاجات اللي انا بقولك عليها دي. ونصيحه كمان، ما تروحيش تندبي في اي بياع كده وتروحي تشتري وخلاص، لا. معلش، تعالي على نفسك وخدي جوله في السوق ولفي وشوفي مين اقل واحد بيبيع بالاسعار المخفضه شويه، واقل واحد في السوق بيبيع وحاجته نظيفه، مش اللي هو عشان اقل واحد في السعر فيعني حاجته بايظه واشتري، لا. انا اشوف الحاجه اللي قدامه لو كويسه وتنفعني واقدر اخد منها وحاجته حلوه والاسعار متهاوله شويه، انا اخد منها. تبقى انا وفرت ولا مش وفرت. ده ايه تبع السوق بقى، ايه ونزول السوق والكلام ده كله. تبقى احنا ننزل متاخر شويه، ما نشتريش من اول واحد وخلاص، لازم نلف شويه كده كمان وايه، وناخد جوله في السوق ونشوف الاسعار وبعد كده نشتري. ما ننزلش السوق كل يوم ونشتري خضار كل يوم، وما نشتريش فاكهه كل يوم. هو يا اما اسبوعيا، يا اما كل 10 ايام تنزلي مره، يا اما كل 15 يوم. شوفي انت بتشتري يعني الخضار بيقعد عنك قد ايه كده، مثلا لحد قد ايه كده في التلاجة، ووقت ما بيخلص بتنزلي تجيبي غيره. خلاص. فحكايه كل يوم دي مخاطر كبيره جدا، واللي انت هتحوشيه هتصرفيه. فخليكي انك تنزلي السوق كل اسبوع، وهو السوق الشعبي، مش اللي هو اللي فاتحين محلات جنبك واللي متأجرين والكلام ده كله، لان هو بياخد حساب الايجار من الحاجه اللي انت بتشتريها. بيخصم الايجار منك وبيخصم وقفته منك وكل حاجه منك انت، فانت الخسرانه مش هو. فحاولي ان انت كل اسبوع انزل السوق مره، اشوف الحاجه اللي هتكفيني الاسبوع كامله، عشان ما انزلش تاني خالص ولا اشتري ولا اضطر اشتري من بره وايه واجيبها. تبقى بالنسبه للسوق وحاجات السوق والكلام ده كله. خلاص. تعالوا بقى شراء اللحوم بالشهر. في يا اميره ناس بتاخد باليوميه وفي ناس بتاخد اسبوعيا. انا كل واحد وعلى مقدرته. انا بتكلم عن الناس اللي تاخد شهريا زي حالتي كده. انا باخد مثلا الفلوس بتاعتي مثلا 2000 جنيه، ده مصاريف اكل وشرب ليا ولجوزي ولبنتي الصغيره. انا بطلع 1000 لحوم و1000 بقسمها، اللي هي 200 جنيه مثلا بكليات او 300 جنيه، والباقي بقسمه للاسواق للخضار والفاكهه. ولو عايزين الميزانيه بتاعتي انزلها لكم تمشوا عليها زيي، ولما اشتري الحاجه اوريها لكم برضو واصورها لكم. هعمل معاكم كده ان شاء الله يعني قريب. فانا ايه هنزل اخد ال1000 جنيه بتاعتي دي، او 500 جنيه او 300 جنيه، او على حسب الميزانيه بتاعت اللحوم بتاعتك. وافضل لو انت ماشيه شهريا تجيبيها شهريا، لان الاسعار متفاوته وكل يوم في سعر جديد زي ما انتم عارفين. فانا مثلا لما اجي اول الشهر وجوزي مثلا يديني الفلوس ولا اخر الشهر، وانزل اجيب الحاجه كلها مره واحده، حتى لو غليت الحاجه بعدها باسبوع بيومين بثلاثه، انا عندي حاجتي، مش هضطر ادفع فرق عشان ايه اجيب حاجه ما لسه جايبها الاسبوع اللي فات بسعر وهروح الاسبوع الجاي اجيبها بسعر تاني. لا، تبقى انا ست ذكيه كده واجيب لحومي والاسماك والحاجات بتاعت اللحوم دي شهريا. خلاص. وده هتفرق معاكي جدا جدا جدا، لان كل يوم الاسعار يعني ما شاء الله يعني في الطالع، مش عارفين رايح فين لحد دلوقتي. فخليكي اللحوم والاسماك والحاجات اللي هي اللحوم دي كلها والفراخ خليها شهريا، ما تجيبيهاش اسبوعيا ولا تجيبيها ايه كل ما تعوزي، لان كل يوم في اسعار جديده. فاحنا عايزين نوفر على قد ما نقدر. فانا مثلا الحاجه اللي انا هجيبها، انا مثلا بجيب 4 فرخات، ولما اجيب مثلا 2 كيلو سمك، وبجيب مثلا كيلو لحمه بلدي، ده في الشهر ب1000 جنيه. لا، انا ممكن لو هجيب كل اسبوع هلاقي نفسي جايبه ب1200 1300. دي فرق اسعار. تبقى انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. انا كده بهدر فلوس. تبقى انا كده اجيب اللحوم بالشهر، اجيب البقوليات، اجيب المنظفات، ده كله شهري. اول ما امسك المرتب بقسمه 4 اجزاء، واخد كل جزء اشوف انا ده ايه اللي يكفيه وده ايه اللي يكفيه وده ايه اللي يكفيه واجيبه كده. خلاص. عندي ايه تاني؟ التوابل. التوابل برضو هاتيها شهريا. اصل دلوقتي ابو 5 جنيه كموني اللي هو يعني يا دوبك تحطها للاكل، وب10 جنيه برضو مش عامله حاجه، يومين وهيخلص. انا اعمل ايه؟ اطلع لي مثلا 100 جنيه ولا 150 جنيه توابل،
كل شهر اجيب 20 جنيه كمون و20 جنيه فلفل اسمر و20 جنيه كزبره وبعمل 10 جنيه كزبره، واجيب اي توابل نفسي فيها تانية بقى، ازازه خل، اجيب مش عارفه ايه، والحاجات الايه اللي هي ايه بتاعه العطاره اللي نفسك فيه، توم بودره بقى، بصل بودره، بابريكا، جنزبيل، كركم، بهارات كبسه، بهارات فراخ، بهارات لحمه، بهارات برجر. شكلي يعني انت معاكي 150 جنيه كل شهر، لو انت هتحسبيها كل يومين هتجيبي ب 5 جنيه وب10 جنيه، هتلاقي نفسك بتصرفي في الشهر 300 400 جنيه دي بهارات بس وتوابل. فانا هعمل ايه؟ انا اروح اجيبهم شهريا واجيبهم حصى واحمصهم واعملهم فين؟ في البيت. ماشي، واعملهم في البيت. خلاص، تبقى انا كده ايه؟ ايه يا ماما؟ استني يا ماما، بنوتي مش ساكته. خد حبيبتي. لا، قولي لا. نعم، روحي هاتيه، روحي هاتيه. فدي الحاجات دي التوابل دي اجيبها ايه بالشهر. خلاص. نعم يا ماما. حاضر. عندنا ايه تاني؟ بس عشان انا كاتبه عريضه كده بشوف. نعم يا ماما. حاضر يا ماما، ثانيه واحده وهنقفل اللي بتاعه ايه وهجيب لك. واهم حاجه الصدقه. انا اول ما اخد الفلوس لازم اطلع صدقه، ده اول حاجه. انت ومقدرتك، طلعي 10، طلعي 20، طلعي 50، طلعي 100، انت ومقدرتك، عشان ربنا يحط البركه في الباقي، وربنا يبارك في الحاجه اللي انت بتجيبيها، وطول الشهر ما تتحوجيش لحد ولا تصرفي من حد. خلاص. اطلع الصدقه واطلع لي نسبه، يعني انا لو انا ست بيت بقى واعرف بقى اتصرف في الحاجات دي واطلع منها فلوس، اعمل منها جمعيه واعمل منها اي حاجه، تبقى انت ست شاطره وممتازه جدا. لو مش هعرف، فانا اول ما باخد الفلوس مثلا 2000 جنيه مثلا، بروح واخده 100 منها، 100 واشيلها خالص كده بعيده عن ايدي، دي ادخار، واحطها في حصاله ولا احطها في مكان ايدي ما تتمدش عليه. خلاص. على الفلوس اللي بتبقى دي هتعمل معاكي مبلغ. ويا رب يكون افكاري عجبتكم النهارده ومعلش هقفل عشان بنوتي عايزه تاكل وهتقول مام، واني اسفه لو حصل اي حاجه في الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم.